صباح الخير لكل عشاق الحلويات الشرقية. الوصفة دي لكم قد ايه سريعة جدا 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 في التحضير، وفي نفس الوقت خفيفة مهما تاكلوا منها، مش تقيلة خالص. طعمها اخر قرمشة، لونها دهبي خطير، وكمان الحشوة بتاعتها على قد ما هي اقتصادية بتعمل بسرعة، على قد ما طعمها جميل جدا، ومهما تاكلوا منها مش هتشبعوا منها ابدا. هنعمل مع بعض النهاردة وربات الجلاش بحشوة في منتهى اللذاذة. اسرع حلوة هتعملوه وفي دقايق بيكون جاهز. اول حاجة هنعملها مع بعض الحشوة الكريمية الخطيرة. في كسرولة حطيت كوبايتين من الحليب، وعليهم معلقتين كبار من السكر ممسوحين، ومعلقتين كبار ونص من الكاسترد او النشا، بس الكاسترد بيديها طعم خطير. لو هنحط نشا ممكن نضيف فانيليا عشان يديني نكهة جميلة. بدوب السكر والكاسترد في الحليب على البارد، وبعد كده بشغل النار على درجة متوسطة مع التقليب المستمر لحد ما القوام يكون تقيل وبيعمل فقاقيع بالشكل ده. بعد كده بطفي النار، بحطه في طبق، وبعد كده بغطيه بستريتش راب يكون ملامس للسطح بتاع الكاسترد. بدخله التلاجة يتماسك ويبرد، وبعد كده في بولة تانية بحط ربع كوباية من الحليب الساقع، معلقتين كبار ممسوحين من السكر، بدوبهم مع بعض. اول ما السكر يدوب بنزل عليهم بربع كوباية من الكريم شانتيه الخام. لو عندكم اكياس الكريم شانتيه اللي بيكون فيها سكر اوريدي ما تضيفوش سكر. هنخلطهم مع بعض بالمضرب اليدوي او الكهرباء لحد ما يتماسك ويكون بالشكل ده. بعد كده بطلع الكاسترد من التلاجة بعد ما سقع وتماسك بالشكل ده، بروح حطاه في بولة وحط عليه الكريم شانتيه اللي احنا لسه ضاربينه، ونخلطهم بالمضرب اليدوي او الكهرباء المتوفرة عندكم، ونخلطهم مع بعض لحد ما كده يمتزجوا كويس وتدخلوا مع بعض ويبقى قوامهم كريمي خطير. الحشوة دي لما تجربوها هتكتشفوا ان هي من اخف واطعم الحشوات اللي ممكن تحشوا بيها اي حاجة. كده بقت جاهزة معايا، هسيبها في التلاجة شوية لحد ما اعمل الشربات. الشربات بنحتاجه تقيل بارد. في كسرولة على النار حطيت كوبايتين من السكر الحبيبات، عليهم كوباية من المية، عصرة بسيطة من الليمون، ومعلقة كبيرة من عسل النحل لو متوفر، بتدي لمعة وطعم جميل للشربات. واشغل النار على درجة متوسطة، ممكن اقلبه كده من النص بحيث ان هو يساعد ان السكر يدوب، بس بلاش من على اطراف الكسرولة علشان ما يسكرش مني. حاجة بسيطة كده بساعد السكر ان هو يدوب. بعد كده بسيبه بقى يغلي حوالي 8 دقايق، وقبل ما اطفي على طول بضيف عليه رشة بسيطة من الفانيليا. انا بحب الاضافة دي دايما على الشربات، بتدي ريحة وطعم خطيرة للشربات. بعد كده بطفي النار، وطبعا الشربات لما بيبرد بيتقل اكتر من هو دافي. اسيبه يبرد تماما بدرجة حرارة الغرفة، واروح بقى للجلاش اللي هو اصل الحكاية. بجيب لفة الجلاش بيكون طولها حوالي 30 سنتي، بقسمها لأربع أجزاء متساوية بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، زي ما هي كده، مش بغير فيها أي حاجة. اللفة زي ما هي بقسمها لأربع أجزاء. بشيل 3 أجزاء التانيين بحطهم تحت فوطة علشان ما ينشفوش من الهواء ويفضلوا طريين وجمال معايا. بجيب طرف كده الجلاش بعمله كأني بعمل مثلث، واروح قصة بالسكينة، بيبقى معايا بالشكل ده. تاني باخد طرف الجلاش كده واروح قافلاه على بعضه كأني بعمل مثلث، واروح قصة بالسكينة، يبقى معايا مثلث تاني. هفضل اكرر نفس الحكاية في كل قطع الجلاش اللي عندي. علشان كده في البداية قلتلكم ان هي اسهل وصفة للجلاش، لان احنا مش بندهن ما بين الطبقات سمنة ولا اي حاجة، بنقطعها زي ما هي كده. لفة الجلاش بيكون حجمها نص كيلو، وبتعمل لي 20 مثلثة من دول. كمية الحشو والشربات اللي احنا عملناهم النهاردة كافيين للفتين جلاش. لو انتوا حابين تعملوا لفة جلاش واحدة هتقسموا الكمية بتاعة الحشو ونص كمية الشربات. حطيت كل المثلثات على صاج، وبعد كده جبت نص كوباية من السمنة السايلة ووزعتها عليهم بالشكل ده. طبعا انتوا شايفين ان السمنة كتير، بس دي الطريقة اللي هتخليها تورق ما بين الورقات وتخليها كلها مقرمشة وجميلة من غير ما ندهن ما بين الطبقات. وبعد كده بعد ما اوزعها كويس بصفي كل السمنة الزيادة زي ما انتم شايفين، يبقى احنا كده ما اهدرناش خالص السمنة. دخلتها بقى على رف وسط، فرن متسخن قبل كده، درجة حرارة من وسط لعالية، لحد ما
جلاش من تحت ما ياخد لون ذهبي جميل. اول ما يوصل للون جميل ومستوي بروح طافيه الفرن ومشغله الشوايه على اهدى حاجه لحد ما كمان من فوق تبقى لونها ذهبي وجميل زي ما انتم شايفين. اول ما الجلاش يطلع من الفرن وهو سخن جدا بسقيه بالشربات التقيل البارد اللي احنا كنا عاملينه مع بعض في الاول خالص. بوزع الشربات كويس على الجلاش بس ما كترش عشان ما يطلعش طعمه تقيل في النهايه. بعد ما الجلاش هدى من الحراره بحط الكريمه بتاعتي في كيس حلواني بالمنظر ده واضغطها. بفتح الجلاش كده من النص واضغط جواه الكريمه بالمنظر ده، ما احطهاش والجلاش سخن علشان ما تسيحش الحشوه. شايفين الجمال؟ الكريمه بجد خفيفه وطعمه جدا. بعد ما بحشي كل الكميه باي حاجه بقى متوفره عندي، حابين تزينوها تمام. لو عندكم اي مكسرات مجروشه بالمنظر ده، انا كان عندي فستق بيدي لون وطعم جميل قوي لوجبات الجلاش. ممكن نزين بسوداني مجروش، بندق، فستق او ورد مجفف اللي متوفر عندكم. هي اصلا من غير تزيين خالص جميله. شايفين الجمال؟ خطيره. بصوا كمان من تحت ومن فوق نفس اللون ذهبي مقرمش، كريمه خفيفه جدا ما فيهاش غلطه. هحط لكم تحت في الديسكريبشن بوكس وصفات تانية للحلويات الشرقيه على القناه، جربوها وقولوا لي رايكم. اتمنى من كل قلبي في النهايه ان الوصفه تكون عجبتكم. كنت معاكم نسمة الخياط، وما تنسوش اعملوا سبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولايك وشير. باي باي.